ده يا جماعه على فكره مهم جدا لاي حد عايز يشتري عربيه، والله اسمعوا الكلمتين دول. احمد وهربت انت منه، وهربت منه ليه؟ عشان الناس تيجي لك تكشف عنك. احمد قال لك لو انا رايح اشتري عربيه اعمل ايه في المبدا عشان بس حتى اطمن بنسبه 50% وبعد كده اجيبها لك تكشف لي عليها. انا كرايح اشتري مش عارف اطمن على ايه؟ كام لقطه كده. اول حاجه هنفتح الكمبيوتر. تمام. مش عارف عربيات عشان مش انا تحتيها، وهنبص على الفلتوهات. تمام. الكلام ده يا جماعه على فكره مهم جدا لاي حد عايز يشتري عربيه، والله اسمعوا الكلمتين دول. هنبص على الفلتوهات. تمام. الفليتو المصري اللي بيتعمل فليتو طري، عامل زي اللبان كده، او مش اللبان، عامل زي السيليكون شويه. تمام. فين بس احنا فين؟ الفواصل بتاعت البطاحات. تمام. او انا اوضح كده. عنده الفليتو بتاع الكابل. تمام. هيبص على المسامير. تمام. المسامير دي مفكوكه قبل كده ولا لا؟ خلاص اطمن على الكلام ده، يبتدي يخش يبص على الدوافر. تمام. هيشوف الدوافر. معيش جهاز هبص بالايه؟ بالقلم. معهوش حاجة خالص. القلم بعينه هو. فاكر كاوتش الباب مثلا؟ مفيش حد بيرش في مصر نفس رش الفابريكا اللي احنا بنسميها البومبا. يعني ولا انت؟ كاوتش الباب مثلا؟ هيلاقي ولا انت؟ عالية. ولا انت؟ ولا انا؟ لا مالكش دعوه. حسب الاختيارات، انا حسب التسعيره. انا عندي 2 مسدس مش صح. واحد فابريكا واحد مش عندي فابريكا. مسدس يدي ده البومبا بتحطه بتاعتي. عشان يروحوا يشتروا بعد كده يجوا يكشفوا. فاكر كاوتش الباب يا هندسه؟ وبص على البرد. هيبص على الزومبا. تمام. هيعمل الزومبا بضفره. تمام. الزومبا معموله بفيلر بضفره كده، وهو بيدوس عليها جامد هيطلع. جميل. ده كده في الاوائل. لو الزومبا فابريكا لا يمكن. راح للشنطه. تمام. هيروح للشنطه، هيشيل الكاوتش ويبص على حرف الشنطه. الشنطه بيبقى ليها الحرف بتاع الكاوتش ليه شفتين. شفتين بقى يشوف الشفه دي متحركه ولا مكانها مفتوحه، ويبتدي ينزل يبص على النصر ويبص على الفليتوهات بتاعه السلاحين. تمام. بتوع الرفرف الخلفي. تمام. يشوف الفليتو بتاع، هي دي الحاجات البسيطه. ويبتدي يبص بعينه، يقف كده، انا اسف زي ما انا كده هقف، ويبص على العربيه، يقف بزاويه ويبص على البنطه بتاعه الورنيش. حلو. البنطه العربيه مرقعه تمام عامله كده، ولا البنطه جايه ثابته، يعرف العربيه دي رشه ولا لا. بس دي معلومات بفلوس. ويبدا بعد كده بقى يجي فلوس كتير قوي. يجي بعد كده بقى يجي انا نطمنه باذن الله. بالنسبه بقى للميكانيكا والكهرباء او بقى افتح حوض العربيه، لقيت الضفيره ماشيه تمام وسلوك النجات نظيفه والدنيا حلوه، افتح غطا الزيت وانت بتدور، لقيت بخره او لقيت حاجه اقفل غطا تاني كده المكان خفيف. مساعدينك بتشوفها بايديك، اقعد كده دوس على العربيه ورا قدام واكتشف المساعدين والعفش، وجرب حضرتك على الطريق الفتيس مريح معاك في غيارات ولا مش مريح. لو عربيه اوتوماتيك وهي ماشيه على الطريق اقلبها الكترونيك، شوف الغيار جايب ولا مش جايب نفس السرعه بتاعت العربيه. والعربيه اما باستمرار بيبقى في الاوتوماتيك من 2.5 ل 3 الا ربع على السرعات العاليه بعد ال 120. كشفت على شويه الحاجات دول، تعالى بقى الرامي خلاص بقى وادفع وانت مطمن وشويه العربيه سليمه.